بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا جماعة نسبة حضور بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان هنقول أسعار الفراخ للمستهلكين، الناس الغلابة المساكين اللي بيعانوا من ارتفاع الأسعار في الوقت الحالي، سواء أسعار الفراخ أو أسعار البروتين أو أسعار اللحوم أو أسعار الأسماك أو أسعار السلع الغذائية اليومية لاحتياجات الناس الغلابة المساكين اللي احنا منهم للأسف الشديد، وكله بيعاني في الوقت الحالي من ارتفاع الأسعار. فطبيعي التسمين سجل في السوق 54 وثبات واستقرار بقاله 4 أيام، وطبيعي التسمين في الوقت الحالي يوصل للمستهلكين من 59 إلى 60 جنيه تنفيذات. وكذلك الساس التسمين بسعر الأبيض التسمين، يعني الاتنين تشتريهم من المحلات ب60 جنيه تنفيذات، يعني سعر الأبيض التسمين بنفس سعر الساس والتسمين، الاتنين قريبين من بعض والاتنين يعتبر بسعر واحد. اللي عايز أبيض تسمين ب54 تشتري ب59 ب60، وكذلك الساس والتسمين. أما عن الرز التسمين فالرز التسمين ب59 تشتري ب65، البلد الحر ب69 تشتريه ب75 من المحلات. نروح للأمهات اللي بتنتج الأبيض التسمين اللي شايفينه بالعين قدامنا الآن، فالأمهات في الوقت الحالي ب49 تنفيذات تشتريه ب55 من المحلات. أما عن الكتاكيت لو هتربي تربية منزلية فالكتكوت الأهالي ب8 من 8 ل8 ونص، أما الكتكوت الشركات من 9 ل10 جنيه تنفيذات. نروح عند البيض بتاع الأطفال الصغيرين والكالسيوم والبروتين، الأبيض في الوقت الحالي ب84 هتشتريه ب90 ب89، البلدي هتشتريه ب93 على أرض المزرعة هتشتريه ب100 جنيه، أقل من 100 جنيه أو 2 جنيه. الأحمر في الوقت الحالي ب86 هتشتريه في الوقت الحالي ب62 تنفيذات. عشان تعرف أسعار الدواجن جملة وقطاعي، أبيض وساس وبلدي وبيض وكتاكيت كمان، تابعنا على صفحة رئيس جمهورية الفراخ على الفيسبوك وعلى قناة رئيس جمهورية الفراخ على اليوتيوب، يصلك كل جديد. بنعمل فيديوهات وبثات بنوضح فيها الأسعار للمستهلكين والمربيين والمنتجين عشان يكونوا عارفين مؤشر السوق رايح فين وجاي منين، وكمان بنعمل وصفات للتربية المنزلية للناس الغلابة المساكين اللي بيربوا في 10 و20. بنحبكم في الله، وربنا يرفع عننا وعنكم الوباء والغلاء، وربنا يرخص قوت المسلمين. نشوفكم من خير لخير، وما ننساش اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله.